السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح محفظة من افضل المحافظ المتواجدة في السوق. محفظة جلد طبيعي، محفظة سعرها مناسب لكل الناس، يعني مش سعرها عالي جدا ومش سعرها مش رخيص. آه، محفظة يعني عايز اقول لك دي محفظة العمر الطويل، اسمها امبريال هورس. تقدر تبحث عنها وتعمل عنها سيرش، محفظة عالمية مش موجودة بس هنا في مصر. ده شكل العلبة بتاعتها، زي ما قلت اسمها امبريال هورس. دي العلبة الأصلية بتاعتها. أي علبة تانية بتبقى تقليد أهي، زي ما احنا شايفين كده امبريال هورس. المحفظة دي متصمم منها كذا شكل، بس احنا النهاردة هنشرح التصميم اللي هو أبو كبسونة. في منها زي كده بالظبط بس عادي اهي. ده شكل المحفظة دي، وبأكد بقول جلد طبيعي، ومحفظة تعيش، مش المحافظة اللي هي تقعد شهر وشهرين وخلاص اهي. ده بيكون شكل المحفظة. ده الورق الداخلي ليها، واللي بيدل على ان المحفظة طبعا اصلية. برضو مختومة اهي من جوه بلوجو امبريال هورس، محفور اهو، محفور في الجلد. طيب دي اماكن للفيزا، وهوريكم دلوقتي استخداماتها. وده مكان لو انت هتحط فيه صور مثلا شخصية او اي حاجة. وده جيب تحط فيه الفلوس الفضة، وليها جيوب داخلية هنا اهو، تقدر تحط فيها اي اوراق او فلوس، وجيوب داخلية برضو هنا. وده مكان للفلوس، فلوس اللي معاك. او محفظة طبعا حجمها متوسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة، حجمها متوسط، وفي منها حجم اصغر من ده. طيب خلينا الاول نشوف محفظة ممكن تشيل ايه. حط اهو كارت الفيزا، طبعا عشان محفظة جديدة الكارت مش بيخش بسهولة. تحط طبعا بطاقتك الشخصية، حط اي حاجة انت عايز تحطها، اي كروت معاك عايز تحطها تقدر تحطها اهو. زي ما احنا شايفين ممكن تشيل لحد 6 كروت. طيب هنيجي للمكان بتاع الفضة اهو. تحط الفضة فيها، مفيش اي مشكلة. نقفل الكبسونة. تحط هنا الفلوس زي ما احنا شايفين كده. بعد كل ده اهو حطيت فلوسك وحطيت كل حاجة، بتقفل. هو حجم المحفظة، ولا زادت ضخامة ولا حصل فيها اي حاجة. وده شكلها اهو من ورا. محفظة محترمة جدا. اللي عايز يجيب هدية قيمة، او انه عايز يمسك محفظة كويسة وسعرها معقول، لازم يجيب امبريال هورس. فعلا محفظة من افضل المحافظ اللي موجودة في السوق، وانضف الخامات مصنوعة بيها. وزي ما قلت هي محفظة مش متواجدة هنا بس، دي محفظة عالمية في العالم كله. العالم كله بيبحث عنها، واللي بيعوز فعلا يجيب حاجة محترمة بيجيب امبريال هورس. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.